اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض مخلل اللفت. اليومين دول هو موجود في السوق ورخيص مش غالي، وكلنا بنحب المخلل مع الاكل، بيحلي طعم الاكل كتير. وطبعا احنا بنخاف نجيبه من بره، بيبقى مش نضيف ومش مضمون. هنعمله مع بعض. اول حاجه معايا لفت، طبعا زي ما انت عايزه الكميه دول 4 كيلو. انت بقى لو عايزه اكتر او اقل دي زي ما تحبي. اول حاجه بنعملها ان احنا بنجيب طبق فيه ميه جنبنا، وبجيب واحده اهي بشيل منها الراس بتاعتها، وببتدي انضفها كده بالسكينه من بره كده، من اي طينه كده انزلها بالسكينه وبالشكل ده كده، وبعدين احطها في طبق الميه. ده بتسهل عليا تنظيفها كتير جدا، لاني بحطها في الميه فالطينه اللي لازقه فيها بتبوش من الميه. وبجيب فرشه صغننه وببتدي انضفها كده، بلاقيه الطينه طلعت معايا على طول اهي، مش بتغلبني ولا حاجه اهي. بصوا طلعت بسهوله ازاي اهو. بعمل بقى الكميه كلها كده. بقطع الراس وبحطها في الميه، بسيبها شويه تبوش وبنضفها بالفرشه. وكده بعد ما عملت الكميه كلها، بصوا بقت نظيفه معايا ازاي، بقت زي الفل. ببتدي بقى اقطعها. بجيب كده واحده وبقطعها بالنص، وبعد كده بقطعها بالقطعه المشرشره دي، لو عندي يفضل يعني، لان هي بتدي شكل زي المخلل بتاع بره بالظبط اهو. بنقطعها بالشكل ده كده. انا مش عايزاها تخينه، يعني مش عايزاها تبقى تخينه ولا عايزاها تبقى رفيعه، عايزاها سمكها يبقى تقريبا كده سنتي اهو، زي ما هنشوف مع بعض السمك كده. وطبعا الاحسن لما اجي اشتريها ما اشتريش اللي حجمها كبير، اشتري حجمها وسط كده صغيره، لان الكبيره بتبقى من جوه طريه. لما باجي اسويها اخللها بتبقى من جوه طريه كده ومليانه ميه، مبتبقاش حلوه اهو. بصوا السمك بتاعها قد ايه، بصوا بيضه وجميله ازاي اهو. هو كده سمكها حلو قوي. واكون محضره معايا واحده بنجر، واكون مقطعاها مقشراها ومقطعاها قطع كده صغيره. وبجيب بقى برطمان، يفضل ان هو يبقى ازاز، وببتدي بقى ارصهم بالشكل ده كده. احط حبه لفت، وفي النص احط كام بنجرايه. ما احطش البنجر من فوق او من تحت، لا بحط مع كل رقين كده لفت بحط حبه بنجر اهو زي ما احنا شايفين كده. ونعمل حسابنا ان هو اللفت مع تاني يوم تخليل، بلاقيه ان هو حجمه دبل كده، حجمه قل. وبلاقي من تحت اللفت ومن فوق المية، فبحتاج ان انا هزوده حبة، بروح تاني يوم حاطة حبة من فوق. واهم حاجة يكون البرطمان متعقم قبل ما احط، ان انا بقى اكون غسلاه ومتأكدة ان هو مفيهوش اي ريحة ولا اي حاجة، ومنشفاه من اي مية. وطبعا الراعي برضو بعد ما نخلص ان احنا لازم نقفله كويس قوي علشان ما يسودش ولا يلقط اي ريحة اهو. احنا اهو كده تمام. خلصنا البرطمان وبضغط عليه وحطيت من فوق البنجر. نبدأ بقى نجهز المحلول. معايا هنا مية، ومعايا معلقتين ملح، ودي طبعا على حسب كمية الملح هتظبطيها. ومعايا معلقة كبيرة سكر، ومعايا شطة نص معلقة صغيرة او زي ما انت عايزة. ومعايا خل. بحط الملح والسكر والشطة في المية وبدوبهم مع بعض كويس. وبعدين بضيف الخل تقريبا ربع كوباية خل. وطبعا يفضل ما ازودش الخل قوي عشان ما يتهريش. والسكر يعتبر المادة الحافظة بتاعته اهو. دوبناهم مع بعض كويس. بعدين ببدأ اضيفه على اللفت في البرطمان اهو. بعد ما غطيناه بالمية كده تمام. اهم حاجة المية تبقى مغطية اللفت من فوق علشان ما يسودش. وبكون بقى محضرة الغطيان بتاعته. ولازم اقفل الغطا كويس جدا علشان ما يدخلش اي هوا ويغمق مني. وبسيبه 3 ايام كويس قوي، هيبقى اتخلل تمام اهو. بعد ما اتخلل طعمه جميل ويفتح النفس لاي اكله. حاجه حرشه وحاجه نظيفه في نفس الوقت، ضمناه وضمنه نظافته. بصوا لونه وردي ازاي وجميل، مش غامق مني ولا حاجه، وطعمه يجنن. واتمنى تجربوه ويعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك واشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.